لويس انريكي بعد ما خد دوري ابطال اوروبا معانا 2015 مسك منتخب اسبانيا. اقصى حاجه وصل لها يعني في اليورو 2020 على ما اتذكر نص النهائي يعني ساعتها، وخرج من المغرب في ربع النهائي كاس العالم ضربات الجزاء، وما عملش اي انجاز يعني بعديها، ولقب يعني باسم الميكانيكي ساعتها، واحنا كنا بنقول كده عليها ساعتها يعني. ولكن الراجل ده انا كنت بحبه جدا. مسك 23 باريس سان جيرمان. النجوم الكتيره راحوا، ميسي، نيمار، طبعا اخرهم كان كيليان امبابي. وطبعا الفيديو الشهير بتاعه في بتاع ليبرون جيمس ده يعني القدوه بتاعته والكلام ده كله، لازم يتدافع ومش تدافع والكلام ده كله. كان اخر موسم او كان اخر كام ماتش لكيليان امبابي قبل ما يروح ريال مدريد ويفقرهم ويطلعوا زيرو بطولات بالصلاه على النبي كده موسمين ورا بعض. ومن بعديها من بعد ماتش مانشستر سيتي 2025 اللي كانوا خسرانين فيه 2-0 ورجعوا ب 4-2، خدوا دوري ابطال اوروبا باكتساح بكوره يعني شبه يعني بالنسبه لنا يعني متكامله من بعض النواحي. من ناحيه الجول دوناروما واشرف حكيم ونونو مينديش وباتشو وماركينوس، ونص الملعب فيتينيا وفابيان رويز ونيفيز وديمبلي وكفاراتسخيليا ودوي وباركولا. فهو عمل تيم متكامل من كل النواحي من الناحيه الجماعيه اكتر. لو قلت ان لويس انريكي هياخد 2 دوري ابطال ورا بعض هتبقى انت بتهزر وبنضحك على بعض وبنهر على بعض، او هي كده بقى ميمز يعني او كوميكس على الاقل. ولكن لويس انريكي بيعمل ليجاسي مع باريس سان جيرمان، وان الكوره هي جماعيه اكتر. الكوره مش فرديات بس، لا الكوره جماعيه كمان. روح الفريق، الانتظام، اللعيبه بتخاف من لويس انريكي، وحتى فيتينيا قالها وديمبلي كمان قالها، ومستر بالندور قال ان انا بخاف، يعتبر بيخاف من انريكي يعني. كمان يعني لما قال لناصر الخليفي ان احنا جايين هنبقى فريق واحد ونكسب القاب وهنعمل يعني زي ما تقول ليجاسي وفروقات، كان عمل لويس انريكي الحقبه دي. وانا اعتقد ان ممكن السنه الثالثه على التوالي ياخد دوري ابطال اوروبا بالمنظر اللي انا بشوفه ده. فباريس سان جيرمان يفوز للمره الثانيه على التوالي بدوري ابطال اوروبا، ويؤكد ان الكوره هي الجماعه. يا جماعه ميسي 2019 كان لوحده وما خدش دوري ابطال اوروبا، كان عايز 2 كمان، عايز واحد زي حكيم ومنينو مندش مثلا على الاقل يعني. كده ان لويس انريكي خد المخدر بتاع دوري ابطال اوروبا بكل تفاصيله، بالتوفيق والحظ واللعب وازاي يلعب قدام الفرق. ماتش بايرن ميونخ كسب فيه 5-4، والماتش العوده ضحك على كومباني، وماتش خلص 1-1 وقفل صح وخلى ماركينيوس مثلا كان يعني مثلا مان تو مان مع لويس دياز. نهائي مثلا ما كانش عمل اي فرص كتيره، خلي بالك في الشوط الاولاني الا اختراق وحيد في الدقيقه 43 بتاع نونو مندش، الاختراق الوحيد من ناحيه باريس سان جيرمان. ولكن انت تبص على كواليتي اللعيبه، انت تشوف كفاراتسخيليا وديمبلي ودوي، حتى حكيمي ما كانش في الفورمه ولا مندش كان في الفورمه قوي. يا جماعه كل مره بقول في الفيديوهات ان حكيمي ونونو مندش هم احسن باكين في العالم، ده اولا. ثانيا من الناحيه الهجوميه مش الناحيه الدفاعيه. اشرف حكيمي السنه اللي فاتت طبعا كان اون فاير مفاير جامد قوي قوي، كان اصلا بيلعب مهاجم صريح، متخيل اللي هو في بعض الكور يعني كان بيبقى هو واقف في النص مكان المهاجم، لا مركزيه غير معتاده من باك رايت. واللي عمله مين؟ لويس انريكي. نونو مندش يعني دفاع وهجوم وشويط، فهو عنده اسلحه كمان لويس انريكي مساعداه. غير كده طبعا اللعيبه كمان بتخاف وبتهيب منه، فده اللي ادى ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا وهيكتسحوا اوروبا سنين قدام لو فضل لويس انريكي بالمنظر ده يعني. حسب برضو دماغ اللعيبه، ارتيتا، ديلافوينتي مع المنتخب، لويس انريكي، واحد خد دوري انجليزي، واحد دوري ابطال اوروبا، واحد واخد يورو، ومرشح الاول ان هو ياخد كاس عالم اللي هيبدا خلاص كمان اسبوع ده ولا كمان اسبوعين. اسبانيا مطلعه ارث كروي ومش هيخلص اعتقد تاني يعني، من ساعه تشافي انيستا 2008 2009 لحد وقتنا هذا الكره الاسبانيه مسيطره من ناحيه الفرق. طبعا ريال مدريد وكان برشلونه يعني، بس لينا راجع يعني ان شاء الله. بيكي وارتيتا حتى تشافي حتى اول ما رجع خد دوري ومع برشلونه وسوبر والكلام ده كله. بس يعني الارث الاسباني واضح ان هو هيفضل شويه كتير قوي قوي في ظل برضه وجود اللمسيه. لمسيه هي الاصل في كل اللي احنا شايفينه ده. ارسنال ارتيتا او جمهور ارسنال بالاخص يعني هو كان عايز ياخد الدوري. خدنا دوري ابطال اوروبا والله ما زال الفل، ما خدناهوش والله عادي، عادي مفيش مشكله يعني. حزن هيبقى متضايقين اكيد طبعا، بس انت لو سالت يعني اي مشجع ارسناوي هيقول لك انا هاخد الدوري. الصراحه دوري ابطال اوروبا لسه شويه، واضح قوي في الماتش لان ارتيتا ما عندوش الكواليتي الهجومي اللي زي بتاع باريس سان جيرمان. خط الدفاع الوحيد اللي ممكن بتاع ارسنال يعني ممكن
يتساوى مع خط الدفاع بتاع باريس سان جيرمان، الا الوينجين حكيمي ومندش وماركينيوس وباتشو، دول تقال قوي قوي. جابريال وصليبا وهنكابي وموسكيرا كويسين طبعا، ولكن السوبر ستار من عندهم صليبا وجابريال. وطبعا يعني ضربه الجزاء نرجع نتكلم عليها، يعني طبعا ضربه الجزاء طبعا نتكلم عليها بتاعت جابريال دي يعني. بس انا بتفرج على الماتش، ارتيتا لعب بشكل مثالي جدا جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. فرق الكواليتي بتاعت اللعيبه، بس غلطه واحده بتاعت موسكيرا اللي كفاراتسخيليا حرفيا ضحك عليه وجاب منها ضربه جزاء، كانت ممكن تضيع، ممكن يعني ما عادي، ممكن تيجي ممكن ما تجيش، بس جت. لكن ان هو موسكيرا وساكا بيلعبوا من نفس الجبهه ومقفلين على كفاراتسخيليا، والناحيه الثانيه تروسارد وهنكابي مقفلين على اشرف حكيمي وديمبلي والدوي لما راح وكفاره لما راح، فهو حتى اللامركزيه ما نفعتش مع ارسنال من السكور اللي خدوا بيهم الدوري يعني. وصل بيهم نهائي دوري ابطال اوروبا، لاكتر فريق لعب ماتشات واكتر فريق ما خدش ولا بطوله، وفرقه ما خسرتش حرفيا برضو الماتش يعني، ما خسروش ولا ماتش في دوري ابطال اوروبا. حتى النهائي ده ما يتحسبش، كسب بضربات جزاء يعني باريس. بس لسه شويه ما استووش ارسنال ارتيتا، لسه في خبرات خدوها اكيد من الماتش ده. تفاصيل يا جماعه بتاع دوري ابطال اوروبا هي اكثر بطوله فيها التفاصيل الممله من حيث التوفيق والحظ، وهي كور معينه بتاعت موسكيرا دي مثلا تخلص لك ماتش. الجول انا بس كان عندي عتاب على ارتيتا ان بعد الجول بتاع اللي كان يعتبر فيه شك بتاع تروسرد ده، انا شايف اكيد طبعا يعني هاند بول، ولكن يعني قال لك لا، يعني هي الكوره مش هاند بول، جايه في وشه اوكي يعني، فمش ضربه جزاء. الكوره بتاعت ساكا طبعا الثانيه بيقول لك لا انها عفويه، انا شايفها ضربه جزاء، ولكن القانون بيقول لك انها عفويه اوكي يعني. والكوره بتاعت مدويكي وباتشو او كانونو مندش دي مش ضربه جزاء يعني، لان مدويكي حط ايده. ده من وجهه نظري الصغيره اللي هي قد كده يعني في حاله التحكيم بتاعه الماتش. فارتيتا لعب 45 دقيقه ممتازه جدا، طلع 1-0. الشوط الثاني التفصيله اللي حصلت بتاعه موسكيرا بقت 1-1، وجواك انت عارف ان باريس سان جيرمان هو هيرجع في اي وقت. كواليتي اللعيبه يا جدعان وانا بتفرج مرعب، مرعب جدا جدا جدا. عايزك الماتش بتاع تشيلسي بتاع النهائي كاس العالم للانديه ده كان بس حاجه فلته كده يعني، هم جابوا 3 اجوان ورا بعض بقى، جواو بيدرو وبالمر، ده كان حاجه استثنائيه يعني. ولكن هي فرقه لا تقهر حاليا باريس سان جيرمان. ارتيتا بس كان نفسي يوازن بس الماتش، اللي هو ما بقاش بالدفاع القوي المستميت ده، لان انت بعد الجون الاولاني بتاع ديمبلي ضربه الجزاء انت فتحت الملعب. كان ممكن يترد عليك بجون وجولين بتاع باركولا اكيد وكفاراتسخيليا والكلام ده كله، بس انت بتعرف تلعب كوره عادي يعني، مش لعيب يعني، مش فرقه يعني لعبها وحش، لا انت بتعرف تلعب كوره، بتعرف تنقل، كنت هتجيب جون على الاقل. الجون بتاع الكوره بتاع جيوكريس دي اللي شالها نيفيز من قدام الجول. لا في محاولات ان انت تقدر تجيب جول وجول وجولين كمان يعني. بس ارتيتا كان خايف اكيد من مرتدات حكيمي ومندش والثلاثه اللي قدام اللي هم ما لهمش مثال خالص دول يعني. بس مجملا انا شايف ان ارتيتا لا يلام. ارتيتا طبعا اكتر واحد اتكلمت عليه قلت ان ارتيتا واجهان لعمله واحده ليه تشافي. انا بتاسف جدا ممكن على الكلام ده، بس عنده بلان بي اهو، يقدر يلعب كوره، يقدر يلعب كوره. في اخطاء لويس سكيلي عملها تمام ككوره يعني، قطعت ماشي يا جماعه، اللعيبه دي لسه صغيره يعني. لويس سكيلي ده اكتشاف اصلا انه كان يعني زوباميندي كان بيلعب عليه، لويس سكيلي اكتشف ان هو بيلعب نص ملعب. وارتيتا يعني اعترف ان هو كان مخطئ او يعني كان ظالم لويس سكيلي. ديكلان رايس لعيبه ده ديكلان رايس يعني توقيله، جابريال، صليبه، غير كده الخط الهجومي مع احترامي لاي حد زباله يعني، زباله بجد يعني. حتى تروسر اللعيبه دي كويسه كل حاجه، بس يعني ما ياخدوش دوري ابطال اوروبا، لسه شويه عليهم يعني. ارسنال وضح للجميع ان انا بعرف اهاجم، كان ممكن اجيب جول عادي وجولين مش مشكله يعني، كان ممكن الماتش يخلص بتفاصيل صغيره. وبقول لك زي دوري ابطال اوروبا هي تفاصيلها كتيره ومعقده ورخمه جدا، وان بيك شرب وحافظ التريكات بتاع دوري ابطال اوروبا. ده وجهه نظري يعني. نيجي بقى ضربات الجزاء يعني. طبعا يعني ايزي عامل فيها واحده بتاعت شوشع دي، صباح الفل ضيعت بره. الكره بتاعت بيرالدو بتاعت بتاعت ديفيد رايا تحرك، ده اسمه سلس بس يمين شويه عارف، هو صباح الفل جت شمال، اتحرك قبل الكوره، غريبه جدا بالنسبه لي الصراحه. والنقطه اللي زعلتني جدا 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 بتاعت جابرييل، والله قلتها في القهوه، والله قلتها لاصحابي، اللاعب اللي بيعمل موسم جامد هيموت واقفا زي باجيو، وقد كان دخل من هنا، والله كنت عارف ان هو هيضيعها. الدخله دي بتاعت واحد شايل الدفاع وشايل صليبه معاه، خلي بالك، وفي فضايح يعني صليبه عملها هو كان بيشيلها،
وخد اللقطه الاخيره، وللاسف يعني جابرييل قال لارتيتا ان انا عايز اشوط الكره الخامسه للاسف. فكان المنظر وحش جدا. اللي عجبني بقى ان ماركينيوس رغم ان هو طبعا هيجيب ميسي في البطولات وهيعدي داني الفيش 43 هما الاثنين الفيش وماركينيوس. ماركينيوس طبعا سنه هيجيب ميسي هيبقى اعلى يعني لعيب كوره واخد بطولات في العالم. يعني اكتشفت ان حسام حسن كمان معاه 41 بطوله وحسام عاشور ونيستا. فماركينيوس هو على اعتاب حاجه شخصيه ليه ان هو يبقى اكثر تتوجا ببطولات في القرن الجاي واللي بعده واللي قبله والكلام ده كله. بس لقطه ماركينيوس ان هو يواسي جابرييل عشان يلعبوا كاس عالم مع بعض، دي لقطه عجبتني جدا الصراحه انسانيه. يعني عموما يعني انا شايف ان ارتيتا لعب على قد امكانيات بتاعه ارسنال ان هو مش هيقدر يجاري باريس سان جيرمان. اي نعم هو جاريه في الاخر، بس 45 دقيقه بالنسبه لي كانوا ممتازين. دوري ابطال اوروبا يا جماعه لازم يبقى خط الدفاع بالجول كيبر يبقوا عاليين قوي. انا شايف ان المشكله لو بس اللقطه دي يتعلم منها. هنكابي قفل على اي حد، دوي ديمبلي اشرف حكيمي مندش كذلك اتقفل عليه من ساكا كيرا. بس بعد كده يكتسبوا خبرات بعد الماتش ده، اكيد هيخشوا السيزون الجاي وما يوصلوا لنهائي دوري ابطال اوروبا تاني. وليه لا يعني؟ لان انا شايف ان الصراحه السنتين بتاع دوري ابطال اوروبا الفريق اللي فعلا بيبقى جاهز 100% وكل ماتش يعني 13 14 ماتش حرفيا ورا بعض يعني بيبقوا مركزين وعايز تبقى من اول 8 وما تلعبش ملحق والكلام ده كله. انا شايف انها فير جدا. دي تاني سنه على التوالي دوري ابطال اوروبا عجبني جدا جدا. مش جو بقى دوري المجموعات بقى اللي هو كان ماتشين حلوين واربعه، لا كل ماتش حرفيا بنهائي يعتبر 3 نقط توديك ما بين الثمانيه و3 نقط تانيين يخليك في تلعب ملحق و3 نقط تانيين تخليك بره البطوله عادي. انا شايف ان فعلا سنتين على التوالي اللي فاز بيها باريس سان جيرمان هو الاحق حرفيا بدوري ابطال اوروبا. وايا كان يعني الفرقه اللي هتكسبها السنه الجايه لو عشنا يعني ان شاء الله تبقى هي هتبقى مستحقه جدا. ان هو بادئها من تحت قوي 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 يعني، وبتلاعب فرق تقال قوي 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 حتى من اول الماتش بتاع دوري ابطال اوروبا دي. عجباني جدا البطوله يعني. واتمنى ان برشلونه ياخد دوري ابطال اوروبا. ما كانش على صفقه جوردن والكلام ده كله، بس لسه هنتكلم عليها طبعا لما يجي جوفارديول بقى ساعتها لو في كلام وبرناردو سيلفا وخولين الفاريز وارقام طبعا يعني خزعبليه. طبعا لابورتا باع كليه ابو فليك ده وش يعني في اعضاء حصلت في الموضوع. لابورتا لقى فلوس 75 وهي قرابه 80 مليون يورو. جوردن والفاريز 135. طبعا في نوش ما بين اتلتيكو وبرشلونه والكلام ده كله، بس خليها في وقت تاني يعني. لكن باريس سان جيرمان هو الاحق بدوري ابطال اوروبا. ارسنال حتى لو كان كسب انا كنت اتمنى ان ارسنال يكسب. يعني انا بحب ارسنال يعني حتى بسبب اونري يعني. ارسنال بعد 20 سنه من بعد احنا ما كسبناهم يعني رجع تاني على الساحه الاوروبيه بقى فريق مرعب. دي حاجه تحسب لارتيتا وجهازه طبعا الفني. ناقص لهم بس بعض التريكات او بعض الخبرات وبعض التدعيمات اللي هي اللعيبه بقى الاي كلاس. خط الدفاع بالجول اي كلاس جدا، ولكن نص الملعب بيكن رايس اوكي جامد جدا، ولكن عايز 2 كمان معاه. وعايز الهجوم يبقى اي كلاس من درجه اولى قوي قوي عشان تاخد دوري ابطال اوروبا. عشان كده كنا بنقول ان برشلونه مش هياخد دوري ابطال اوروبا بسبب الطريقه الدفاعيه وخط الدفاع ده. خط الدفاع بتاع ارسنال لو كان معاه لامين يامال مثلا واقول لك ورافينيا وليفاندوفسكي كان ياخد دوري ابطال اوروبا مستريح جدا. بقول لك اهو لو خط الدفاع كده بالجول كيبر كده بالثلاثه الهجوم دول ياخدوا دوري ابطال اوروبا مرتاح. بس باريس سان جيرمان المشروع او الليجاسي اللي عمله لويس انريكي هنبدا نكرهه. انا بقول لك اهو انريكي هيبقى يعني مكروه جدا في العالم، لان مفيش يعني فريق بطولات بيتحب. فاتمنى ان السنه الجايه كفايه عليك لويس انريكي. ولكن انا بقول لك بالمنظر ده انريكي شرب او فهم اللعبه اكتر، لان بطولتين ورا بعض زاد ان هو معاه 3 دلوقتي هيعمل حقبه بنت كلب يعني. اللي هم شرب دوري ابطال اوروبا تفاصيلها رخمه قوي. فهو شرب الليله دي ماشيه ازاي، من تقفيلتها، من امتى تفتح، امتى تهاجم، امتى تدافع، امتى تعمل تغييرات، امتى كل كلام التفاصيل بتاعت حتى اللعيبه ذات نفسها بقت عارفه ازاي هتهاجم. مش ازاي تعرف تهاجم، لا عارفه التفاصيل بتاعتها. ريال مدريد مثلا او لعيبه ريال مدريد كازيميرو وبنزيما كانوا بيضحكوا في ماتش باريس سان جيرمان اعتقد او ماتش مين مش فاكر، وكانوا متعادلين ماتش السيتي على ما اتذكر كان 1-1 حاجه زي كده وهم المفروض يطلعوا. فهم لعيبه واثقه من نفسهم هيجيبوا جول في اي دقيقه.
عارف انت اللقطه دي لو انا جبتها لك ان شاء الله في ريل كده هقطعها لك يعني، في لقطه كده اللي هم عارفين ان هم هيكسبوا في اي وقت، هيجيبوا جون في اي وقت. هي دي التفصيله اللي شربها لويس انريكي بعد البطولتين دول. معكم سيب نجم الفورة من كام، داخلين على كاس العالم. لو وصلت اخر حلقه اعملوا لايك شير سبسكرايب في زر الجرس. ان شاء الله يعني داخلين على موسم كاس عالم، يعني هيبقى دمار ان شاء الله. اتمنى ان مصر باذن الله تصعد لحد دور 32. موضوع صعب ولكن خلي ايه ساعتها نتكلم على القصه دي قبل كاس العالم. ربنا يوفق منتخب مصر. هنشجع الارجنتين اكيد، اسبانيا، الكلام ده كله، بس خليها في وقتها يعني. بس في مشروع لويس انريكي هو الانجح حاليا في العالم، ومشروع ارتيتا طبعا اكيد ناجح، ولكن كان المفروض الجمهور يبقى طماع انه ياخد دوري ابطال اوروبا، ولكن الفروقات بانت جدا جدا في الماتش، والكواليتي بان جدا 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 في التكنيك والستايل والمهاره والكلام ده كله. يعني تفصيله واحده غير دوري ابطال اوروبا بتاعت موسكيرا، زي اي سنه بيحصل فيها التفاصيل دي. معكم سلام الفورة من كام، كنتم طيبين، عيد سعيد لكم ان شاء الله، اشوفكم في ايام قادمه. السلام عليكم.